طبعا دلوقتي بتتلعب مباراة الإسماعيلي وفريق زد. وحاجة غريبة جدا الواحد يشوفه ده في الملعب، فريق لا يفقه شيء في كرة القدم، لعيبة متغيبة عن الملعب، موجودين ومش موجودين. تراك الكورة، فين الباص؟ فين؟ هاتوا فين الكورة؟ فين الإسماعيلي؟ فريق زد ماسك الكورة من أول دقيقة لحد دلوقتي، بنلعب في الدقيقة 31، وزد ماسكة الكورة، وزد هي اللي بتهاجم، وزد هي اللي عايزة تجيب جون تاني. جاب الجون 1-0 لحد دلوقتي، وعايزة تجيب جون تاني. يعني لو فضلنا كده بالصورة دي، لو الإسماعيلي فضل كده، لا هنستقبل أهداف تاني والنتيجة هتبقى كبيرة. أحمد عادل عبد المنعم حارس كبير وعنده خبرة، ليه يغلط غلطة زي دي؟ ده بيدي الكرة. هو الصراحة يعني المشكلة في المدافعين اللي قدامه، لأن هو استعجل في لعب الكرة عشان اللي رجع له الكرة ده، اللعيب اللي رجع له الكرة ده هو ده السبب. دلوقتي في حصل ضغط عليه، وكل لاعب من زد ماسك التلاتة، او ماسك لعيبة الدفاع اللي واقفين من الاسماعيلي. فاحمد عادل عبد المنعم من الضغط راح اتسرع في لعب الكرة، في واحد ضغط عليه راح اتسرع في لعب الكرة، فاتقطعت، لعيب زد قطعها وراح شاطها في الزاوية البعيدة على شمال الجول. ايه المشكلة كبيرة جدا السنة دي، وهتبقى يعني السنة دي هتبقى أصعب من السنة اللي فاتت، لو الإسماعيلي فضل على الأداء ده، واللعيبة فضلت بالشكل الممل ده بجد. ولا استحواذ على الكورة، ولا باص، حتى الباص بيتقطع، مفيش هات وخد، مفيش لعب، مفيش يعني باصي باصي، مفيش. الكرة بتقطع منهم بسرعة، وفريق زد ماسك الكرة، والاستحواذ اليوم من يعني لحد دلوقتي الكرة مع فريق زد، وبيعرف ازاي ياخد فاولات، وبيعرف فريق لعيبة جامدة جدا، ولعيبة سريعة، ولعيبة عندها خبرات من الدوري معظمهم لعيبة معروف، شادي حسين، وفي لعيبة جامدة. طيب لو فضلنا على الشكل ده، الإسماعيلي هيخسر نتيجة كبيرة النهاردة، أنا قلت اهو. والسنة دي هتبقى أصعب من السنة الجاية، أنا بقول يعني أرجع أقول للإدارة غلطانة إنها محاولتش إنها تحل مشكلة وقف القيد بالنسبة للإسماعيلي. كان لازم يتصرفوا، كان لازم يلاقوا حلول، حلنا المشكلة دي عشان ما نشوفش الأداء ده، ما نشوفش اللعيبة دي. فين الإسماعيلي ده؟ الإسماعيلي مش ممكن. نشوف نكمل الماتش وارجع لكم بعد الماتش. يمكن الإسماعيلي يجيب جون، يتعادل، ضربة جزاء، أي حاجة، ونطلع من الماتش ده يعني التعادل حتى بنقطة حتى. خليكم معايا. رجعت لكم تاني، احنا في الدقيقة 89، خلاص قربنا على نهاية اللقاء، وما زالت النتيجة زي ما هي، بهدف مقابل لا شيء لفريق زد. مفيش جديد في الأداء، يعني
ازاي يعني اداء هو ما اتغيرش. اللعيبه برضو مفيش فايده فيهم، بيجروا على الفاضي. والاستحواذ زي ما هو النادي زد هو اللي ماسك الكرة، هو اللي بيتحكم في اداء المباراة. آه، مش عارف اقول ايه. جت ضربة جزاء للاسماعيلي، ضيعها عبد الرحمن مجدي بشكل غريب جدا. يعني مش عارف في ايه، مش عارف حظ، مش عارف. حتى انا قلت نجيب جون بضربة جزاء، حتى اي حاجة. ضربة الجزاء جت والجون ما جاش، والنتيجة فضلت زي ما هي 1-0. مش عارف في ايه. فهل دي اللعيبة دي اللي هتكمل بقية الموسم، بقية الدوري؟ هو الشوط التاني بيتحركوا يعني كويس، بس مفيش هجمة بتكتمل، كل الهجمات مقطوعة. مفيش لعيب يعني حريف اللي مرقص ويعدي والكلام ده، مفيش. حتى عبد الرحمن مجدي تايه في الملعب، مش عارف يعمل حاجة. وضربة الجزاء اللي جت ضيعها. ايهاب جلال عمل تغييرات، بس التغييرات دي ما جابتش نتيجة برضو. مفيش يعني، حتى اللعيبة الصغيرة على فكرة معذورة. اللعيبة الصغيرة معذورة، مش بديها حاجة، بتعمل اللي عليها، بس برضو ناقص الخبرات اللي عندها برضو ما تخليهاش انها تشيل ماتش زي ده.